Who exactly am I? You're Anthony. Anthony. Anthony is a nice name. Anthony, don't you think? I want my mummy. I want my mummy. I want to get out of here. Have someone come and fetch me. No, shh. No, I want my mummy. I want her to come and fetch me. I want to go home. What is it, Anthony? I feel as if I'm losing all my leaves. Your leaves? Yeah. What do you mean? The branches and the wind and the rain. I don't know what's happening anymore. Do you know what's happening? في سنة 1880 تحديداً في ألمانيا اتجوزت سيدة في 30 من عمرها اسمها أوغوستو داتر. اتجوزت من شخص اسمه كارل داتر، كان عامل في السكة الحديد في ألمانيا، وفضلت حياتهم مستمرة بشكل طبيعي جدا زي أي اتنين متجوزين لحد ديسمبر سنة 1890 لما بدأ كارل داتر زوج أوغوستو يلاحظ في تصرفاتها حاجات غريبة ومقلقة، زي إنه لاحظ ظهور عليها أعراض خرف وفقدان ذاكرة وأوهام ومشاكل كتير في النوم. وبيحكي كارل كمان وبيقول إنه زوجته أوغوستو كانت كل يوم بالليل بتفضل تصرخ وتصوت بشكل غريب وجنوني، وإنه لما فقد فيها الأمل قام دخلها مصحة عقلية عشان تتعالج. وهناك قابلت أوغوستو دكتور اسمه ألويس ألزهايمر اللي حاول يسألها شوية أسئلة قدر من خلالها إنه يتأكد إن أوغوستو مصابة بمرض غريب في المخ. المرض ده بيخليها ناسية كل حاجة، ناسية أطفالها وناسية زوجها حتى ناسية نفسها. ومن هنا كانت أوغوستو أول حالة تشخص على إنها مصابة بمرض النسيان اللي عرف بعد كده باسم الدكتور اللي اكتشفه بألزهايمر. قدر ألويس من خلال تجاربه وأبحاثه على حالة أوغوستو الفريدة من نوعها أن يعرف الزهايمر بشكل مبدئي على إنه مرض بيشكل اضطرابات في أعصاب المخ غير قابلة للشفاء، وإن الاضطرابات دي بتحصل بشكل تدريجي من فقدان ذاكرة وضعف تفكير وتغيرات في الشخصية والسلوك. فتعالوا نعرف إزاي بتحصل الاضطرابات دي. جسم الإنسان بيحتوي على حوالي مليار خلية عصبية أو أكتر. الخلايا دي هي المسؤولة عن نقل المعلومات عن طريق إشارات كهربائية بتطلع من المخ عشان توصل لباقي الجسم بشكل منظم جدا، علشان نقدر نتحرك وندرك ونتفاعل مع العالم اللي حوالينا، وكمان نقدر نقوم بوظائف يومنا الطبيعية. لما بيحصل مشكلة في المخ أو الأعصاب ده هيأثر على الإدراك بشكل كبير جدا. ومن ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل مع تقدم السن هي مشكلة إنه يحصل تحلل وتكسير لجزيئات بروتين كبيرة موجودة عند الأعصاب اسمها أميلويد بريكورسر، واللي بينتج عنها تراكم ما يعرف بالأميلويد بلاكس بين الخلايا العصبية، فبالتالي بتؤدي إلى ضعف أو بطء في نقل المعلومات بين الأعصاب وبعضها، فبيحصل مع الوقت بطء في الإدراك، واللي مع مرور الوقت بيحصل مشاكل في المخ بينتج عنها مرض الزهايمر. لما جينا ندور على أجزاء المخ اللي بيحصل لها تلف في مرض الزهايمر لقينا إن المرض بيصيب منطقة خطيرة جدا في المخ. المنطقة دي هي المسؤولة عن الذاكرة، وهي منطقة الهايبوكامبس في المخ. وكمان التلف بيبدأ ينتشر في أجزاء في المخ تانية مسؤولة عن اللغة ومسؤولة عن العواطف واستجابة الإنسان للي حواليه وسلوكه. مرض الزهايمر زي ما قلنا بيحصل بشكل تدريجي، فمريض الزهايمر في الأول بيبدأ إنه ينسى الأحداث اللي حصلت من فترة قصيرة، وبيتطور بيه الوضع واحدة واحدة لحد لما التلف اللي حاصل في الخلايا العصبية يمسك في معظم أجزاء المخ، فبيحصل للمريض مع الوقت مشاكل كتيرة في المخ. كمان ما بيبقاش مدرك بالوقت والمكان اللي هو فيه والأشخاص اللي معاه،
وبتبدأ تقابله عقبات وتحديات في إنه يختار الكلمات المناسبة علشان يتكلم بيها أو إنه يفهم اللي قدامه، وبتحصل له تغيرات كبيرة في شخصيته، وما بيبقاش عارف يعمل الحاجات الشائعة والمتعارف عليها زي الطبخ مثلا، أو إنه ينسى إزاي بيلبس هدومه. وبيوصل الموضوع كمان لدرجة إنه بيتوه في الأماكن العامة والمعروفة لكل الناس، وبيبقى دايما عرضة للاكتئاب. ومع تقدم مراحل المرض بيبدأ يحصل تلف في المخ، خصوصا في المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتفكير زي منطقة الهايبوكامبس والسيريبرال كورتكس، وده بينتج عنه تدهور وتأخر في التفكير والمعرفة، وكمان في قدرة الشخص على أداء أي وظيفة. لو بصينا على الظروف الفسيولوجية اللي بيكون فيها الجسم نتيجة الزهايمر، هنلاقي إن في مجموعة من الميكانيزمات المعقدة اللي بتحصل في الجينات والجزيئات وكمان على مستوى الخلية، وده كله بيؤدي إلى فقدان تدريجي لوظائف الخلايا العصبية. طب يا ترى هل في طرق ممكن تأخر من تقدم الزهايمر؟ الحقيقة إن الأبحاث أجمعت إن نظام الحياة الصحي واللي بيشمل ممارسة التمارين بانتظام ونظام غذائي متوازن وصحي ومتكامل، كمان ممارسة الأنشطة اللي بتساعد على التحفيز الذهني، قلة التعرض للتوتر والضغط والنوم الكويس، كل دي حاجات بتساعد على تأخير تقدم المرض. كلنا بنسمع عن العلاج الطبيعي وطرق علاجه وقد إيه دوره مهم وفعال في كتير من الأمراض، بس هل العلاج الطبيعي ممكن يبقى ليه دور مع مريض الزهايمر؟ وخصوصا العلاج الكهربائي أو فيما يعرف بالإلكتروثيرابي؟ قبل ما نعرف إيه دور العلاج الكهربائي أو الإلكتروثيرابي مع مريض الزهايمر، تعالوا نعرف يعني إيه أصلا إلكتروثيرابي. الإلكتروثيرابي هو طريقة طبية بتتضمن استخدام الكهرباء في العلاج. طب الكهرباء دي ممكن تعمل إيه في الجسم؟ الفكرة كلها إن بيتم تحفيز الخلية باستخدام الكهرباء، وده بينتج عنه تغيير في تركيز الأيونات جواها، ودي بتبقى عملية معقدة شوية، بس كل ده بيبقى ليه تأثير علاجي فعال مع معظم الأمراض. ولو اتعرفنا سريعا على الحالات اللي ممكن يعالجوا العلاج الكهربائي، هتبقى مثلا تقليل الألم، تحفيز في عمليات الشفاء، وتحسين وظيفة العضلات وتقويتها، أو أمراض وحالات تانية كتير. وطبعا الأساليب بتختلف على حسب نوع التيار الكهربائي اللي هيتم استخدامه أو طريقة تطبيقه والهدف العلاجي منه، وكل ده طبعا بيبقى بمعايير وجرعات محسوبة بتختلف على حسب الحالة والمريض، لكن كلهم بيتفقوا في إنهم يحققوا الهدف العلاجي المطلوب مع ضمان صحة المريض. وكده احنا عرفنا مع بعض بشكل سريع يعني ايه علاج بالكهرباء، وجه الدور نعرف هل ليه تأثير على مريض الزهايمر ولا لا. الإجابة إن بالفعل وجدوا إن في دور فعال ومهم للإلكتروثيرابي على مريض الزهايمر، وواحد من ضمن أنظمة العلاج اللي قدرت إنها تثبت بجدارة فعاليتها في إنها تقلل من أعراض مرض الزهايمر هو العلاج المغناطيسي، أو فيما يعرف بجهاز ال TMS Transcranial Magnetic Stimulation. وده جهاز بيدي إشارات كهربائية للمخ بدون أي تدخل جراحي، وبيستخدم في علاج معظم المشاكل العصبية. كمان بيحسن النشاط العصبي في المناطق المتأثرة من المخ. وفي أبحاث أثبتت إن جهاز ال TMS مسؤول عن زيادة مادة اسمها الأسيتايل كولين، ودي مادة مهمة جدا لنقل الإشارات بين الأعصاب، وكمان مسؤولة بشكل كبير عن تحسين الذاكرة. وفي أبحاث بتقول إنه بيمنع حدوث الالتهاب وبيحمي وبيقوي الأعصاب، فبالتالي بيحد من انتشار مرض الزهايمر. وأي جهاز بيدي إشارات كهربية بيكون في حاجة أساسية اسمها التردد أو كثافة التيار الكهربي frequency والcurrent intensity اللي بيكونوا خارجين من الجهاز عشان يوصل للمريض في الثانية الواحدة. ال TMS بيقدر يديني تردد عالي أو تردد منخفض، وأثبتت الدراسات إن التردد العالي من جهاز ال TMS بيدي نتائج إيجابية على تحسين الذاكرة وتحسين مراكز الاتزان لمريض الزهايمر، وكمان بيتم استخدامه في المراحل المتطورة من المرض مش بس البداية. كمان الدراسات أثبتت إن التردد القليل لجهاز ال TMS بيكون ليه فعالية على تنشيط وزيادة أماكن الإدراك والذاكرة في المخ.
في كمان جهاز اسمه ال STES، وده اختصار للسبيتش ثيرابي with electrical stimulation، وجهاز اسمه ال TACS، وده اختصار للترانسكرينيال alternating current stimulation، ودول ممكن يحسنوا اللهجة واختيار الكلمات والانخراط في المجتمع عن طريق تحفيز مناطق معينة في المخ المسؤولة عن الكلام ده. كمان الإلكتروثيرابي ممكن تحسن النوم لمرضى الزهايمر عن طريق جهاز اسمه ال CES، وده اختصار لكرانيال إلكتروثيرابي ستيميوليشن، لأن مريض الزهايمر بيعاني دايما من اضطراب في النوم وأرق، فالجهاز ده بيبقى ليه دور في حل المشكلة دي. وعلى الرغم من الفوائد اللي بيقدمها العلاج الكهربائي لمريض الزهايمر، إلا إن في بعض الآثار الجانبية اللي لازم ناخد بالنا منها، زي مثلا تغيرات في الإدراك والمعرفة. في بعض الحالات مع استخدام تكنيكات زي الترانسكرينيال دايركت كارنت ستيميوليشن أو الترانسكرينيال ألترنيتنج كارنت ستيميوليشن، فيما يعرف بتحفيز المخ عن طريق استخدام التيار المباشر أو المتغير، استخدام التكنيكات دي ممكن يسبب بعض التغيرات المؤقتة في وظائف الإدراك، زي مثلا تغيرات في معدل التركيز والانتباه، الذاكرة، أو المود والتقلبات المزاجية. كل التأثيرات دي عادة بتكون خفيفة وبتستمر لفترة قصيرة. محمود شعيب، ده انت كنت المحامي بتاعي ومسكت لي كل الشغل. ازيك يا محمود؟ محمود شعيب. خلاص انت هتردح لي، افتكرتك. حد ينسى الايام الحلوه الجميله اللي عشناها سوا دي؟ على رايك، انما انت يا عمر ما قلتليش ليه انك انت قاعد هنا؟ وانا لو كنت قلت لك كنت هتجيلي ازاي؟ هجيلك ازاي يعني ايه؟ مش عملوا حظر تجول بره؟ حظر تجول ازاي يعني؟ مش ضربوا نار على عبد الناصر في العرض العسكري؟ قصدك السادات. والسادات مسك الحكم؟ سيبك من المواضيع دي دلوقتي، المهم انت حوالك ايه؟ الحمد لله. فاكر زاهر رشدي؟ زاهر رشدي، فاكره. انت فاكره؟ طبعا فاكره، كان معايا في الحرب، عبرنا انا وهو في نفس القارب. طب ما انت فاكر كل حاجه اهو. ودي حاجه تتنسي يا عبد الباسط؟ طب هقول لك حاجه، الناس بتوع زمان دول كانوا كويسين، الناس بتوع دلوقتي عايزين يسرقوني، وفي واحد بقاله 3 ايام عايز يقتلني. يقتلك؟ والنعمه. لا ما تخافش، انت انا في امان يا عمر. المهم ابوك عامل ايه دلوقتي؟ ابو الله يرحمه كويس زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. معاك عيال؟ عيال ايه يا عمر؟ دول متخرجين من الجامعه على ايدك. ايوه ما انا فاكر. قبل ولادك ب2 ولادي؟ هو انا اتجوزت؟ مرض الزهايمر أكتر من مجرد نسيان من وقت للتاني. ممكن أي حد فينا ينسى حاجات في بعض الأحيان، لكن لما بيتطور الأمر ويوصل لفقدان ذاكرة بتكون دي أولى أعراض المرض. وبرغم إن النسيان نعمة في معظم الأوقات، إلا إن الوضع بيكون مختلف تماماً مع مريض الزهايمر. مرض الزهايمر هو مرض بيموت صاحبه، صحيح مش بيموته جسدياً بس بيموته نفسياً. مرض بيخلي صاحبه إنسان بيتولد في اليوم أكتر من مرة، إنسان بشخصية جديدة ومشاعر جديدة، إنسان بيدور على نفسه كل يوم وكل دقيقة ومش عارف هو مين أو فين، إنسان ممكن توصل بيه مرحلة إنه مش فاكر كان بيلبس هدومه إزاي. بتقول المراجع إن أوجوستو أثناء ما كان الأطباء بيفحصوها وبيوجهوا ليها أي سؤال كانت بترد بجملة واحدة بس عمالة تردد فيها، جملة ممكن إحنا نكون بنقولها في يومنا كتير، بس الحقيقة إننا فعلا عمرنا ما حسينا بيها. كانت بترد وبتقول: أشعر أني حائرة، أظن أنني فقدت نفسي. أوجوستو بعد كام سنة من دخولها المصحة فقدت عقلها بالكامل، وعاشت اللي باقي من حياتها وماتت في المصحة. قصة مرض أوجوستو برغم معاناتها وحزنها إلا إنها تجسيد حقيقي لمعاناة وحياة مريض الزهايمر اللي أغلبنا مش حاسس بيها. أوجوستو كانت مجرد بداية لاكتشاف مرض الزهايمر. صحيح قصتها فشل العلم في علاجها، بس المرضى اللي زي أوجوستو هم المرضى اللي العلم بيكافح كل يوم علشان يقدر يعالجهم.